وانا يا امام بقول لك يا امام، بقول لك ابعد عنهم تفوق يا ابن اللعيبه يا امام. النهارده بكلم امام كده حريف بعد الماتش، بقول له مبروك على الفوز. ولقيت امام بقى بقول له ايه يا امام، انت بقالك كتير ما نمتش مع ياسمين يا امام. قال لي انا بقيت اروح اغسل مواعين وبقيت اعمل اكل في المطبخ، ما بقتش ايه مركز مع البالونه والكلام ده. الواد امام ماشي بشغل عالي قوي 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 مع الاهلي. ازيك يا حريف؟ الاهلي يقسو على استاد ابيجان بهاتريك امام بعد البالونه والهيصه في ماتش سموحه، يظهر امام بفورمه الوحش امام استاد ابيجان. الاهلي يفوز على استاد ابيجان بثلاثيه. النجم الاول في الفريق اخر 5 ماتشات هو امام عاشور يثبت للجميع انه لاعب لسه عنده كتير وعنده المستوى بتاع الزمالك. امام عاشور شغل عالي وشغل حلو. تعالوا نتكلم عن احداث المباراه. ان لسه في اخطاء كبيره عند النادي الاهلي، ولو جبت كام واحد في النادي الاهلي من الجمهور هيقول لك مين اللعيبه عايزه تمشي. اول حاجه، يعني ابتدى الفريق استاد ابيجان الاهلي في اول 7 دقايق الاهلي يخرج في الماتش 3-0. فرصه حسين الشحات، فرصه وسام، وفرصتين لامام 4 كمان. يعني الاهلي في اول 7 دقايق يخرج بالماتش 4-0. الناحيه التانيه يروحوا باول هجمه، ياسر ابراهيم يسيب اللاعب بتاع استاد ابيجان ليشوط برضه في الشناوي، اللي مش عارف انا ايده بتتقطع لما بتيجي في الاخر، ما بيعرفش يروح ولا ايه اللي بيحصل له. ايده بتتقطع تقريبا يعني. الشناوي بيتهيألي ايده بيحصل لها حاجه في الاخر كده، بيتشل ولا ايه اللي بيحصل، ما بيعرفش يعمل، ما بيعرفش يروح للكرة خالص ولا بيعرف. الواد راح عاملها مقوصه ارتو في البعيده للشناوي. الشناوي يعني معديه كده من جنب ايده، مش عارف بيخاف يطول ايده ولا ايه. ممكن يبقى المفصل لما بيروحوا لمدرب الحراس شوبير بيعمل له كده، بيفرد ايده على الاخر، والشناوي بيعمل له كده. هما بيختاروه على قد الكف مش بيختاروه على قد الدراع، فاي حد بيقف كده وخلاص ايه بيأدي الغرض. والحمد لله جماهير الاهلي فرحت اهم فرح من هاتريك امام النهارده، عودة الشاب محمد هاني بعد 104 يوم غياب. اخر مباراة لعبها كانت امام الزمالك في السوبر الافريقي. نزل الاهلي في الشوط التاني بقى بشكل تاني وطعم تاني وحاجه ايه ما اقولكش. الواد امام يعمل واحده عرضيه حسين الشحات لوسام، موجهها في الجول قبل ما تخش، امام عاشور يلمسها وياخد اللقطه. قلنا بقى الاهلي فاق بقى، والاهلي ايه هاج، الاهلي ماج. ولقيت لك الاهلي راح رايح بعرضيه من خالد عبد الفتاح، اول حسنه ليه مع النادي الاهلي لاول صناعه لامام. وامام بقى جاب لك الجون بدماغه، يا له معجزه. قلت لك راح رايح عامل لهم ازاي بقى كده، انا امام، انا امام، انا امام، انا امام، اوعى اوعى اوعى، انا امام. راح رايح جايب لهم الجون التالت وشغل الشغل امام بقى. الواد نزل عمر الساعه ما تعرفش ايه اللي حصل له. الواد رايح بهجمه بدل ما هو يجيب جون، الواد مصمم انه يلعبها لامام عشان عايزه يجيب الهاتريك. يلعبها تخبط في المدافع، ترجع لعمر الساعي، يلعبها لقفشه تخبط في المدافع، ترجع لعمر الساعي، يبقى سهل امام عاشور بيجيب الهدف الثالث والهاتريك ويروح يعمل لهم انا امام عاشور ويروح، والماتش يخلص والاهلي يتصدر. ولكن الحسبه بتزداد صعوبه، ولكن الاهلي لازم يسهلها هنا في اورلاندو ويجيب الجماهير اللي تبع الاخر. لازما هنا يعني مصر تدعم النادي الاهلي. انا زملكاوي بس بقول لك لازم تدعم النادي الاهلي. بكره اورلاندو باريس امام شباب بلوزداد. الاهلي 10 نقط في الاول، وراه اورلاندو باريس ب8 نقط، ووراه شباب بلوزداد ب6 نقط. بكره شباب بلوزداد لو فاز على اورلاندو في الجزائر هيبقى 9 نقط، يبقى بالتالي 10 9 8. اورلاندو هيلعب قدامك هنا في القاهره ماتش العمر. عندك استاد ابيجان دي في الجزائر برضو هيكسبها شباب بلوزداد هناك في الجزائر، ويبقى معاه 12 نقطة، والراجل رايح دماغه من الحسبة والهيصة دي، وهيوصل بعد ما كان أخير هيوصل. وأنت بقى تخش في حسبة بقى قدام أورلاندو باريس في القاهرة، يا لهوي. لو كسبوك هم صعدوا هيبقوا 11، فأنت بالتالي لا إما التعادل لا إما المكسب، وتريح دماغك من الهيصة الكدابة دي كلها. كولر محتاج تغييرات ومحتاج تدعيمات تقيلة بعد مشي
بيرستاو خلاص راح لقطر القطري، هو جناح هو واحمد عبد القادر. والناحيه التانيه بقى لازم تمشي حسين الشحات، وزي ما قال لك حفيظ الدراجي حسين الشحات لم يعد حسين الشحات، وعمرو السوليه لم يعد عمرو السوليه وهو اصغر من حفيظ الدراجي بسنتين. وكوكا هو اصلا هو ما بعملش حاجه كوكا عشان لم يعد كوكا، ما اعرفش، بس هو قالها. وقال لك وسام لم يعد وسام. وسام يا ابني، هو وسام عشان ما جابش جون في ماتش لم يعد وسام؟ في يا حفيظ انت اي حد لم يعد. هو السيتي اللي قلت لم يعد لم يعد كسب النهارده في كاس الاتحاد الانجليزي 8 اهداف. إيه السيتي لم يعد السيتي؟ لا، السيتي هو السيتي، بس هي فتره وبتيجي على كل فرقه وبتروح تاني وبترجع لمكانك الطبيعي. كل فرقه بترجع لازم أن ترجع لمكانك الطبيعي. بس مفيش من المستحيل انك تبقى ريال مدريد، يعني اي حد من المستحيل يبقى ريال مدريد. نقفل صفحه الاهلي والفوز على استاد ابيجان ب3 اهداف ونخش على الصفحه الثانيه. زيزو جاي له عقد من الاتفاق السعودي بمبلغ اعاره 6 شهور 1,500,000 دولار. من وجهه نظري الزمالك يستفيد بالاعاره دي 1,500,000 دولار، ومع نيه الشراء ب3,500,000 دولار. يعني انت داخلك من زيزو 5,000,000 دولار. تركز في العقد ولازم تبص للمستقبل. يعني زيزو عمل كل حاجة مع الزمالك، وصراحة أسطورة من أساطير نادي الزمالك، ولكن الإدارة لازم تشوف الحل زيزو يقعد ونديله فلوس، ولا ده الحل إن زيزو يمشي ويجيب فلوس للنادي ونجيب صفقات مكان زيزو. بس أنا من وجهة نظري زيزو ما يمشيش. زيزو هو اللي شايل الفريق على كتفه دلوقتي. يعني زيزو لما يرجع ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد في نص الملعب، شحاته ودونجا، عمر جابر، بنتايك وفتوح، حسام عبد المجيد والونش وحمزه المسلوسي، عواد وصبحي، وقدام هيبقى ناصر منسي، حسام اشرف، وسيف الجزيري خلاص هيمشي، وشلبي ومشلاك لازم انت تمشيه. شلبي جاي له عرض ب800,000 دولار من الاتحاد الليبي. انا عايز اقول لك وديه بيع خلاص مش عايزينه. مشلاك رجعه اقطع الاعاره ووديه لفرقته احد تاني، وتجيب لك جناح محترم. تجيب لك جناح محترم يلعب معاك في الفرقة، يبقى في حتة تانية عشان الفريق يوصل ويبقى ايه حاجة محترمة جدا جدا. عشان ايه بقى؟ الفريق لازم يبقى في حتة محترمة. الزمالك عنده ماتش مع فريق بلاك بويز، يا رب الزمالك يكسب عشان يصعد. الاهلي في مهمة صعبة والزمالك في مهمة اصعب، ولكن الفرق المصرية قد المسؤولية. وبيراميدز بيفوز على سجرادة في الدقيقة 93 بهدف مروان حمدي، اللي خلاص ضمن الصعود ب10 نقط. خلاص بيراميدز اول المتأهلين في دوري ابطال افريقيا. اهم حاجه يا حريف ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وكومنت الايجابي. ما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. بكره الكلاسيكو ماتش للنار في السوبر الاسباني على ام بي سي وام بي سي 2. متعه مع ابراهيم فايق هتمتع عينك بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي. اتمتع بكره مع الكلاسيكو وهتشوف ردة فعل بكره مفيش احلى ولا اجمل من كده. وان شاء الله الفوز لريال مدريد. سلام يا حريف.